17,000 أرض تشبه أرضنا. نعم، هذا فقط في مجرتنا مجرة درب التبانة. نعم. فتصور الكون يحوي 100,000 مليون مجرة، وكل مجرة فيها مليارات الكواكب، حتى وصل الحال بعلماء وكالة ناسا أنهم يقولون عندما سئل أحدهم هل توجد حياة في الفضاء الخارجي؟ قال الغريب أن تقول أنه لا توجد، بل الطبيعي أنه توجد. يعني الأمر الطبيعي نعم. أن الحياة موجودة ومؤكدة وتنتشر بغزارة. نعم. قد تكون بشكل كائنات بدائية أو بشكل خلايا. والذي يثبت ذلك أن العلماء عندما حصلوا على بعض النيازك التي نعم. دخلت من الفضاء الخارجي، سواء من سطح المريخ، يعني هناك أحجار، مليارات الأحجار عندما تدخل إلى الأرض فمنها من يتبدد ويحترق على حدود الغلاف الجوي. نعم. ومنها من يصل إلى الأرض وهي قليلة من رحمة الله تعالى. الحمد لله. فهذه عندما قاموا بتشريحها وتحليلها وجدوا أنها تحوي جزيئات عضوية. الجزيئات العضوية هذه هي اللبنات الأساسية للحياة. نعم. للحياة. وبالتالي تأكدوا بأول إثبات علمي أن الحياة موجودة في الفضاء الخارجي. وسبحان الله وصفوا هذه الحياة بأنها مبثوثة وموزعة بانتظام. نعم. يعني ليس هناك حياة فقط في كوكب. نعم. إنما ربما مليارات الكواكب تحوي حياة وتحوي كائنات، قد تكون كائنات مجهرية دقيقة. نعم. وقد تكون أكبر من ذلك. وهنا المفاجأة أن القرآن العظيم أخبر وأشار إلى هذه الحقيقة العلمية بدقة مذهلة. نعم. يقول تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. نعم. وما بث فيهما، أي في السماء والأرض، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. سبحانه جل شأنه. لم يقل إن يشاء، قال إذا يشاء للتأكيد. نعم. في اللغة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فانظر إلى دقة الآية القرآنية عندما قال تبارك وتعالى: وما بث فيهما، بث أي نشر. نعم. بغزارة. وبالفعل هذا ما يقوله العلماء اليوم. واستخدم القرآن لفظ الدابة ليدلنا على مختلف أشكال الحياة، سواء كانت حياة بدائية أو حياة متطورة. وما بث فيهما، أي في السماء والأرض، من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهنا يتساءل الإنسان: كيف لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي في ذلك الزمن الذي كان منشغلا بالدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة، كيف له أن يأتي بهذه الحقيقة التي لم يتأكد منها العلماء إلا قبل سنوات قليلة؟ أن يتنبأ بحقيقة وجود حياة مبثوثة ومنتشرة في الكون لو لم يكن رسولا من عند الله تبارك وتعالى. سبحان الله. فلذلك كلما تأملنا في هذا الكون نجد حقائق تبهر العقول، ولا يجد المؤمن إلا أن يقول سبحان الله. وجميع هذه الحقائق تشهد على وحدانية الله وتؤكد لكل من يشك بهذا القرآن أن هذا الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل في آية عظيمة: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وأود أن أخبرك عن بحث لذلك العالم الألماني بول ميلر الذي اكتشف النسيج الكوني. ماذا يقول بالحرف الواحد في بحثه على موقع وكالة الفضاء الأوروبية؟ وهذا الكلام بعد عام 2000. يعني قبل 7 أو 8 سنوات. يقول: إننا بدأنا نرى، وهكذا يقول ويسي، يستخدم كلمة سي في اللغة الإنجليزية معناتها يرى. يقول: إننا الآن بدأنا نرى خيوطا كونية من بدايات الكون المبكر.
نعم. بدأنا ننظر لأن الأجهزة التي استخدموها تعطيهم حقائق يقينية. فيقول إن الكون في بدايته كان عبارة عن نسيج وشبكة محكمة جدا ومتراصة. نعم. وبدأ بتقريبا يسميه التمزق أو التمدد. نعم. أو الانفلات أو التوسع. نعم. وبالتالي لا زلنا نعيش التوسع حتى يومنا هذا. فكما أن الكون كان كتلة واحدة مترابطة ومتراصة وهو عبارة عن نسيج محكم، وهذه الخيوط نراها اليوم بأعيننا من خلال أجهزة الكمبيوتر. نعم. والله تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء ويقول: أولم يرى الذين كفروا. الله. لم يقل الذين آمنوا. نعم. لأن الله تبارك وتعالى يعلم نعم. أن هذه الحقيقة الكونية سيتم اكتشافها على يد إنسان غير مسلم. ستكون تحت أيديهم وفي قدرتهم وقدرة أجهزتهم. وبالتالي نعم. عندما ينظر هؤلاء العلماء إلى هذه الآية وهم بنفسهم اكتشفوا هذه الخيوط الكونية واكتشفوا أن الكون كان كتلة واحدة ثم انفصل عن بعضه وتمدد وتوسع وأنه عبارة عن نسيج محكم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. انظر إلى هذه الآية العظيمة. يخاطب هذا الملحد. نعم. أيها الملحد، أنت الذي اكتشفت هذه الحقائق ورأيتها ورأيت حديث القرآن عنها، أفلا تؤمن بأن هذا الكلام هو كلام الله الخالق تبارك وتعالى؟ الله. تبارك الله. ولذلك فإن القرآن الكريم دقيق في إعجازه وفي تعابيره، وهذه الآيات تشهد على أنه كتاب من عند الله تبارك وتعالى. تبارك الله. يعني أنا أخبثك على هذا التوضيح وهذه اللغة السهلة التي تقرب لنا هذه الحقائق. نعم. وأيضا أحمد لك هذا التوثيق العلمي، وأنت توثق أن هذا في وكالة الفضاء الأوروبية أو وكالة ناسا الأمريكية لآخر ذلك. طيب أستاذنا، ما أثاروه من بعض الجدل والكلام حول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العديد العليم. قالوا الشمس تجري، يعني صفة الجري هذه يعني لا تليق بالشمس يعني. تفضل. نعم. سبحان الله. في بداية العصر الحديث نعم. كان العلماء يعتقدون أن الأرض هي مركز الكون. نعم. وأن الشمس هي التي تدور حولها والكواكب تدور، ولكن اكتشفوا فيما بعد أن الشمس هي في المركز والكواكب تدور حولها. نعم. والأرض تدور حول الشمس أيضا. ولكن بعد ذلك وجدوا أن الشمس ليست هي المركز، بل هناك مركز في المجرة. مجرتنا تحوي كما قلت أكثر من 100,000 مليون شمس. نعم. وشمسنا واحدة من هذه الشموس. نعم. وبالتالي فإن هذه الشمس مع الكواكب التي حولها ومنها الأرض تنجرف وتدور حول مركز المجرة. نعم. الله. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى وصف لنا حركة الشمس كما يصفها العلماء اليوم. نعم. يقولون إن الشمس لا تسير بخط مستقيم، إنما تسير بخط اهتزازي. نعم. يشبه جريان الخيول وجريان السفينة على الماء وجريان الإنسان. نعم. صعودا وهبوطا. نعم. وإن كل صعود وهبوط للشمس يستغرق بحدود 200 مليون سنة. كل صعود وهبوط. نعم. كم؟ 200 مليون سنة. سبحان لكل الله. صعود وهبوط لهذه الشمس. نعم. تصور أن هذه الشمس من يستطيع أن يصف حركتها في ذلك الزمن؟ لا يستطيع. إنه الله سبحانه نعم. وتعالى الذي خلق هذه الشمس. نعم. ولذلك إذا تأملنا الآيات التي تتحدث عن الشمس لا يقول الله تعالى مثلا الشمس تسير أو الشمس تمشي أو الشمس تتحرك، بل وصفها وصفا علميا دقيقا. قال والشمس تجري. نعم. الإعجاز الثاني في قوله تعالى لمستقر لها. نعم. فعلماء وكالة ناسا يستخدمون اليوم
مصطلحا جديدا سولار أبيكس. نعم. أي مستقر الشمس. نعم. يقولون إن هذه الشمس تسير بسرعة هائلة وتجري صعودا وهبوطا باتجاه نقطة يسمونها المستقر. نعم. الله تبارك وتعالى وصف لنا حركة الشمس وأنها تسير إلى هذا المستقر نعم. قبل قرون طويلة. نعم. عندما قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الله. نعم. ولذلك فإن هذه الآيات الكونية تشهد على أن هذا القرآن دقيق جدا في كلماته. نعم. ولو تتبعنا كل الآيات التي تتحدث عن الشمس والقمر والنجوم والكون والسماء نعم. نجدها مطابقة تماما للعلم الحديث. نعم. فالله عز وجل عندما قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نعم. فهذه الآية تدل على أن هناك نظام كوني محكم لا يمكن أن تحيد عنه أبدا هذه الشمس. أي هناك قوانين فيزيائية تحكم حركة المجرات والنجوم والكواكب والشمس والقمر والأرض. وهناك قانون جاذبية يحكم أيضا هذه الحركة. الله تبارك وتعالى وصف لنا ذلك بقوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، لأن الشمس لها مدار محدد، القمر له مدار، الأرض لها مدار، وبالتالي قال أيضا وكل في فلك يسبحون. الله. نعم. وقد أثبت العلماء أن كل شيء في الكون يتحرك اعتبارا من الإلكترونات التي تدور حول نواة الذرة. نعم. ووصولا إلى المجرات التي تدور فيها النجوم حول مركز المجرة،